بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. فيديو جديد وروتين جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. هنكمل مع بعض النهارده تفريزات وافكار حلوه جدا في الفيديو ان شاء الله يا رب تعجبكم. بس يا ريت لو تنزلي بقى كده تشتركي في القناه، تفعلي زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله، واللايك الحلو بقى من ايديك الحلوه كده، ويسعدني بقى لو كومنت حلو منك يعرفني انك موجوده معايا. واهلا وسهلا بكل حبايبي اللي شرفوني وزادت القناه نور بيكم. يا رب اكون تحت حسن ظنكم ان شاء الله، واقدم لكم افكار حلوه وفيديوهات ان شاء الله تعجبكم. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو. اول حاجه كان معايا حوالي 4 كيلو ونص من الطماطم، كنت جايباهم في فيديو المشتروات. بدأت كده ان انا اسيبهم زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع المشتروات بتاعه الاسبوع، اللي هو البياع قال لي سيبيهم بس في الكيس بتاعهم كده وهم هيحمروا شويه. برضو الطماطم احمرت برضو لكن مش اللون بقى اللي انا عايزاه، فانا كده حطيت لها قطعه بنجر، غسلتها كلها كويس جدا جدا وقطعتها، حطيتها في حله وحطيت عليها قطعه من البنجر ورفعتها كده على النار. كان عندي كام طماطميه صغيرين كده في الفريزر، طلعتهم حطيتهم عليهم. انا اسفه جدا طبعا، اعذروني بس على صوتي، داخل عليا كده دور برد، الله المستعان. الحمد لله والشكر لله، ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده بقى يا بنات كان معايا كرنبتين الحلوين اللي انا جبتهم في فيديو المشتروات، كانوا معاكم دول ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلوين جدا جدا. هي واحده كانت صغيره شويه وواحده كانت كبيره، لكن ما شاء الله رمت كده كميه ورق حلوه. بدات بقى ان انا اخدت كده الراس بتاعتها وبدات ان انا اقطعها كده بالسكينه زي ما انتم شفتوا. باطلّع الراس كلّها يعني بالقطعة اللي بتبقى لجوّه دي، بما إني كده بادخّل إيديّا كلّها في قلب الكرنباية كده من النُص. ليه بقى؟ عشان لمّا أحطّها كده في المَيّة أبدأ كده إن أنا أشيل ورقة، ورقة تكون متفصّصة كده زي ما إحنا شايفين. طريقة سهلة جدًا، جدًا يعني بتسهّل عليّا الموضوع خالص، وأطلّع كده الورق حلو كده، لا هو مهري ولا أي حاجة، ولا أضطر كده إن أنا أشيل الكرنباية بحالها، لأ ورقة، ورقة كده من غير بقى ما يطرطش عليّا مَيّة سخنة والكلام ده كله. جبت حلة سخنة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من السكر، هتحطي معلقة من السكر لو انت هتفرزيه، وتحاولي كمان ان هو غلوتين بالكتير، بلاش نتك عليه بقى في السوا، يعني مش هنخليه كمان نص سوا، لان الفريزر لوحده بيخليه نص سوا، واحنا اللي عايزينه لما يطلع ما يبقاش مجلد ولا اي حاجة من الكلام ده. في كمان تكاية كده صغيرة أنا فعلًا جرّبتها، ما حدش عملها لكن أنا ما كانش عندي متوفر دلوقتي. ممكن تحطي سِنّة صغيرة من ملح الليمون بيخلّيه حلو جدًا، جدًا، ولا هو مجلد ولا أي حاجة. أنا جرّبتها وطلّعت الكرنب من الفريزر كان ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. فأنا ما كانش عندي المرّة دي، بس أنا كده باشوف كل ورقة، ورقة أتَّكى كده عليها، الورقة اللي هي تبدأ إن هي تدخل في السِوَى يا دوبك كده حوالي 60% أو 70%. آسفة جدًا، لأ أنا باسيب طبعًا الكمية الأكبر للفريزر، يعني حوالي كده يا دوبك 30% والّا حاجة، وبابدأ إن أنا أشيلها على طول. حطيت في المَيّة، معلش خدتكم في الكلام، حطيت معلقة من السكر، لو هتحطي تعمليه على طول حطي ملح بس ورشة كده من الكمون، لكن لو هتفرّزيه حطي برضه السكر ضروري جدًا، مادة حافظة وبيخلّيه كده ما يجلدش معانا. بس بدأت بقى إن أنا أسلقه كويس زي ما إحنا شايفين مع بعض. في الوقت ده بقى النور كان قطع، كمّلت بقى السليق بتاعه كلّه وبس كده، وبدأت إن أنا طلّعته لحد ما بدأ إن هو يبرد تمامًا، وبدأت بقى إن أنا أقطّعه عشان إحنا كل ما نحط كمية على كمية بيبدأ إن هو السخونية بتاعة الورق بتبدأ إن هي تنزل على اللي تحت، يعني اللي في الأرضية ده. حاولي إن أنتِ تحطيه في كذا طبق أو في كذا صينية جنبِك، أو اللي أنتِ طلّعتيه على ما التاني يستوي شيليه كده حطيه في طبق تاني. أنا بدأت أطلّع على الصينية وبدأت إن أنا أفرّده كده عشان درجة الحرارة يعني تتلغي على طول من الكرنب اللي هو بيبقى تحت ده، ما تخلّيهوش كمان يدخل في السوا. قعدت بقى قطّعته بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، باخد ورقة، ورقة، بدأت إن أنا أشيل القطعة اللي هي بتبقى ناشفة في النُص العرق ده، وباقطّعه. دي التقطيعة صراحة اللي أنا باحبها. أنا ما حبيتش إن أنا أعمله في ورق، أنا لسه مطلّعة طبق من الفريزر وهو متقطّع كده مكعبات صراحة، يعني تعبني جدًا، جدًا، الورق لازق في بعضه، باطلّع كده واحدة بواحدة. اتخنقت صراحة وأنا باحشيه يعني، لدرجة إن أنا كنت عايزة أسيبه، وكان عندي كرنباية كده كنت عايزة أقوم أسلقها وأعملها.
لكن لما تقطعيه الشريحه كده بشريحتها، اللي مثلا عدي كده 3 صوابع وقطعي، هيجي اول بقى ما يفك تحطيه في الاطباق. اول ما يفك هتمسكي كده الشريحه بحالها تقطعي منها على قد ما انت عايزه. دي افضل طريقه. يعني طبعا كل واحد برضو حريته الشخصيه، لكن انا من وجهه نظري انا ان انا ما حبيتش ان انا اقطعه مكعبات تاني، مش هعمل كده تاني. انا عندي لسه كذا طبق، الله المستعان بقى لما اجي ان شاء الله اسويهم هبقى قاعد بقى يعني حد من العيال كده معايا يعمل لي بقى يفصص لي الورق من بعضه، لان انا صراحه في اليوم ده اتخنقت جدا جدا يعني. فخلاص الله المستعان بدات بقى جبت اطباق، حطيت فيها المناديل الاكياس وبدات ان انا ارصهم. عملوا لي 3 اطباق حلوين ما شاء الله اللهم بارك، كميه حلوه جدا جدا يعني. الصلصه بقى بتاعتي بعد ما احنا زي ما احنا شفنا كده من شويه طماطم كانت استوت على الاخر، بدات بقى ان انا فضيتها في شفشق الخلاط وضربتها وصفيتها وحطيتها تاني على النار تتسبك كمان شويه. شايفين اللهم بارك اللهم بارك اللون تحفه، لونها بقى زي الصلصه بتاعت العلب بالظبط ما شاء الله يعني. ومش بزود لها اي حاجه خالص. حابه تزود لها شويه من السكر كماده حفظ برضو مفيش اي مشكله، لكن انا سبتها بحالها كده زي ما احنا شايفين. كنت زودت كده الكيس ده وانا بعبيه، عملته كبير كده عشان يبقى لصلصة المحشي، وبعدين في الاخر خالص لا لغيته وعملت الاكياس كلها قد بعضها. ليه بقى؟ لان ما لقيتش ستيكر في المكتبة فعشان اكتب عليه، وكل طبعا حاجة يعني بتتفرز بتبقى شبه بعضها. فقلت لا خلي هجيب طماطم مرة تانية وهعمل تسبيكة المحشي بالبصل ونعملها ان شاء الله مع بعض تبقى جاهزة على الحشو. وعندنا طبعا الخضرة، يعني كل حاجة ان شاء الله بإذن الله هتبقى سهلة معانا. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا اللهم امين يا رب العالمين. عملت كمية حلوة. ليه بقى؟ لان انا اخدت في اليوم ده، لا قبلها بيوم، انا كنت عاملة الحاجات دي كانت بالليل، كنت عاملة كشري مصراوي. فاخدت طبعا كمية صلصة، احنا عارفين ان الكشري بيحب كمية الصلصة حلوة. فاخدت منها كده وهي مستويه ضربتها في الخلاط وعملتها على طول. وعملت بقى الكميه دول كمان. كانت اكياس التلاجة خلصت من عندي في اخر واحد، عبيته كده في علبه وحطيته في الفريزر جنبي بتاع التلاجة كده لو استخدمته في اي حاجه تاني يوم. وفعلا حرفيا طلعته واستخدمته، ده بقى الغدا كان تاني يوم على طول. يعني الصلصه دي اخدت منها عملت الكشري المصراوي الصلصه بتاعته. وبعدين تاني يوم بقى اخدت عملت صينيه بطاطس حلوه جدا جدا، طريقه سهله وبسيطه. بس للاسف المقطع ده اتحذف من الفيديو، خلاص ان شاء الله هنعملها مع بعض تاني. غدانا بقى الحلو الجميل ده كان تاني يوم. عملت بقى ايه؟ كان معايا حوالي كيلو الا ربع من صدور الدجاج متقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين. حجم المكعب حلو يعني مربع كده. إيه طريقه حلوه وبترمي كميه حلوه والكل كده بيتراضى. احنا عارفين طبعا الحاجه غاليه جدا جدا والفراخ رفعت، والله المستعان الله المستعان. ربنا يعين كل رب اسره على حاله يا رب العالمين. والله العظيم دي الدعوه اللي انا كل يوم كل يوم بدعيها لأزواجنا جميعا. ربنا يا رب يعينهم ويقويهم ويرزقهم يا رب برزق عيالهم اللهم امين يا رب العالمين. ويعينهم كده على الغلاء اللي احنا فيه ده، لان احنا بقينا صراحة الدنيا صعبة جدا جدا يعني. فاحنا لازم ان احنا نواكب كده الدنيا ونحاول ان احنا نعمل اكلات موفرة وفي نفس الوقت مغذية والولاد هتفرح بيها وتنبسط. مش عشان اعمل فرخة اروح اجيب فرخة ب 250 جنيه عشان اعملها في اكلة واحدة. لا انا عملت صراحة الفراخ دي كانت متفرزة عندي، بس هنقول ان انا لو جبت صدر فرخة هيعمل قد ايه؟ يعني هيعمل مثلا 120 130 جنيه. هاتيه صغير مش كبير وقطعيه هيرمي معاكي كمية حلوة. لو انت عدد افرادك اسرتك من 5 من 4 افراد او كده يعني ل5 افراد، حلو هيكفيكوا هيبقى زي الفل لما بيتقطع. والحاجة كده تحطيها. هنجيب بقى برايم صغيرة طواجن صغيرة كده. وغسلت كمية من الرز، حطيت بقى في أرضية الطاجن كده شوية من الرز بساط، وهبدأ كده ان انا ارش عليه رشة من الفلفل. والفلفل كمان سعره رفع جدا جدا، فمحدش بقى يتريق عليا. مش بعرف اكل الرز المعمر ده غير بالطريقة دي، بيبقى كده كله فلفل زي ما احنا شايفين. قطع الفراخ بتاعتي يا بنات جبتها كده في بولة وفضيت عليها، غسلتها كويس جدا طبعا، صفيتها من المية. وعملت فيها ايه؟ رشيت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل وبس كده. بلاش تحطي اي بهارات خالص. لو يعني متاح كده رشة صغيرة من جوز الطيب، لكن جوز الطيب انا بفضلها مع اللحمة. واللحمة طبعا راحت في حتة تانية خالص. فالله المستعان يعني احنا كل حاجة في حياتنا راحت في دنيا تانية خالص.
فخلاص بدأت شايفين والله العظيم كمية صغيرة، على فكرة الكمية دي أقل من كيلو إلا ربع كمان، حوالي 600 جرام. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، عملت لي الطواجن الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين القطع والله بما يرضي الله وبأمانة، يعني البرايم تعتبر مليانة وبترمي كمية حلوة جدا جدا. وبحب أفضل طريقة للرز المعمر بالطريقة دي. رصيتهم بقى كده في الطواجن، كل واحد طبعًا على عدد، يعني يعني بحسب طبعًا كل حاجة أنتِ بنظرِك كده، بتحطي لولادِك إيه، لزوجِك إيه، للكلام ده كله، وبس كده. وبعدين حطيت كمية باقي الرز تاني عليها، وغليت بقى اللبن بتاعي. كان معايا حوالي كيلو إلا ربع من اللبن، زودته كده شوية من المَيّة وغليته على النار. لبن طبعًا جاموسي فبيبقى دسم وحلو جدًا. فبدأت إن أنا زوّدته كده شوية من المَيّة، ولا كإني زوّدته أقسم بالله. ما شاء الله ربنا يا رب يبارك لصاحبة اللبن وللخير ويزيدهم بالخير، اللهم آمين يا رب العالمين. اللبن بعد ما زوّدته كمان حوالي التِلت والتلتين، ما شاء الله كإني ما جيتش يمّه خالص. جبتِ بقى كده تحطّي مثلًا مقصوصة، معلقة، أي حاجة عشان اللحمة بتاعتِك أو الفراخ أو أي حاجة حاطاها في نُص الرز ما تطلعش على الوش. لازم كده تضغطي بحاجة تكون مخرّمة كده، وتنزلي بقى على بيها على اللبن زي ما إحنا شايفين مع بعض. هاغطّي بقى البرايم بتاعتي كلّها باللبن، وهابدأ بقى إن أنا أعاير كده الملح وأضبّط الملح بتاعها، وهادّيها كمان دلوقتي رشّة كمان من الفلفل على الوش. آآ طبعًا لو ما أنتيش حابة ما فيش مشكلة، ممكن يعني تقللي شوية، تزوّدي شوية زي ما أنتِ عايزة. وأنا باحب أحط الملح كده كل البرام أو كل طاجن بالعيار بتاعه. مش باحب كده أحط الملح في اللبن، أنا شخصيًا مش باعرف أحط الملح في اللبن، مش باعرف أضبط العيار. أنا باحب كده كل حاجة تبقى لوحدها. بس كده يا بنات، ومش باعاير بالمعلقة بإيديّا كده، عارفة كل حاجة بتاخد إيه وبتعمل إيه. ولادي الصغيرين بقى ما حطيتلهمش كده فلفل على الوش وبس. بعد كده بقى كان كل البيت كله كان خلاص أكل، وكنت فاضلة أنا وزوجي بس. ربنا يا رب يعمّر بيتكم بالخير ويرزقكم من حيث لا تحتسب، اللهم آمين يا رب العالمين. هاورّيكم بقى دلوقتي الفراخ والرز دايب دوب زي الفل ما شاء الله. عندِك حتة سمنة بلدي بقى اسقيه بيها، ما عندكيش ما فيش مشكلة، حتة زبدة، شوية زيت. بُصّي مش عايزة تسقيه خالص وبأي حاجة، والله ما شاء الله هو حلو من غير أي حاجة. وربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم. عملت صينية البطاطس اللي قُلت لكم عليها، حلوة جدًا، جدًا. ده كان غدانا النهارده، وده كان اليوم بتاعنا والروتين بتاعنا. شايفين الفراخ دايبة إزاي؟ يا رب النهارده أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وما أكونش طوّلت عليكم ورغيت كتير. إن شاء الله بإذن الله استنوني بقى في فيديوهات أكتر وأكتر. ربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم، وكل سنة وأنتم طيبين جميعًا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.